أهلا وسهلا. هل فكرنا في يوم كيف أن مكون واحد بسيط جدا وموجود في كل مطبخ ممكن يغير صحتنا بالكامل؟ اليوم رح نكتشف مع بعض كيف أن قراراتنا الصغيرة في المطبخ هي نفسها مفتاح طاقتنا وحيويتنا كل يوم. بطل قصتنا اليوم ممكن يفاجأ الكثيرين. هو مكون موجود في كل بيت تقريبا. نتكلم عن البصل. صحيح، يمكن شكله مجرد مكون عادي، لكنه في الحقيقة هو درع المناعة الخفي حقنا وسر الصحة اليومية. طيب، ليش نحتاج هذا الدرع بالذات الحين أكثر من أي وقت مضى؟ قبل ما نكشف أسرار البصل، خلونا نلقي نظرة سريعة على التحديات اللي جهاز المناعة يواجهها بشكل مستمر في عالمنا اليوم. شعور التعب، الإرهاق المستمر، والضغط النفسي. هل هذه الأحاسيس مألوفة؟ الإحساس بأن الطاقة يدوب تكفي لآخر اليوم؟ ترى هذه مش مجرد مشاعر عابرة، هذه إشارات واضحة جدا الجسم يرسلها لنا عشان يقول إن في شيء متمام. يعني بين الفيروسات اللي منتشرة والضغوط اليومية اللي تزيد، جهاز المناعة حقنا يخوض معركة كل يوم. وهذا الشعور بالإرهاق هو مش مجرد تعب عادي، هو صرخة استغاثة من خط دفاعنا الأول. طيب، وين الحل؟ المفاجأة إنه أقرب مما نتخيل. الحل موجود في طبقنا اليومي في مأكلتي، مع بطل بسيط وقوي جدا من المطبخ. الفكرة هنا تتعدى مجرد إننا ناكل أكل صحي وخلاص. اختيار المكونات الصح لوجبتنا هو قرار استراتيجي، قرار ذكي، وأهميته اليوم تفوق أي وقت مضى. خلونا نغير نظرتنا للبصل تماما. هو مش مجرد نكهة نضيفها للأكل، لا، هو ركيزة أساسية لبناء مناعة قوية. هذه هي الفكرة المحورية اللي رح نتعمق فيها. طيب، حان الوقت ندخل في التفاصيل العلمية شوي. إيش هو السر اللي يخلي البصل عنده كل هذه القوة الغذائية؟ خلونا نتعمق في مكوناته ونكتشف الكنز اللي بداخله. القوة كلها تكمن في تركيبته الفريدة. أولاً، هو مليان بفيتامين سي اللي يدعم جهاز المناعة عشان يحارب نزلات البرد، وفي كمان مضادات أكسدة قوية تحمي خلايانا من التلف والالتهابات. ولا ننسى مركبات الكبريت اللي تعتبر محارب طبيعي للبكتيريا والفيروسات. وأخيراً، الألياف اللي تحسن الهضم، والهضم السليم هو أساس المناعة القوية. وخلونا نوقف شوي عند مضادات الأكسدة. تخيلوها كأنها فريق حماية شخصي لخلايا الجسم، مهمتها هي الدفاع عن الخلايا ضد الأضرار اللي سببها التوتر والالتهابات، وبكده تحافظ على قوتها وحيويتها. يعني قوة البصل مش في فايدة واحدة بس، هو يشتغل على عدة جبهات في نفس الوقت عشان يعزز دفاعات الجسم الطبيعية ويخلينا أكثر صلابة وقدرة على مواجهة التحديات اليومية. بس القصة ما تخلص عند المناعة، فوائد البصل تتعدى هذا بكتير. خلونا نشوف كيف تأثيره يمتد ويشمل صحتنا العامة على المدى الطويل. في دراسات تبين أن استهلاك البصل بانتظام ممكن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، وهذا مو كل شيء، هو بيساهم كمان في تنظيم مستويات سكر الدم ويحسن صحة القلب والشرايين. شيء مذهل فعلا. وبهذا الشكل مأكلتي ما تصير مجرد وجبة تسد الجوع، لا، تتحول إلى استثمار حقيقي في صحتنا للمستقبل وتصير إجراء وقائيا طويل الأمد. طيب، نيجي الحين للجانب العملي. كيف نطبق كل هالكلام؟ الخبر الحلو هو أنه الموضوع أسهل بكتير مما نتوقع. خلونا نشوف طرق بسيطة تخلي البصل جزء أساسي ودائم من مأكولاتي. الخيارات يعني لا حصر لها. ممكن نضيف ني للسلطة عشان يعطيها قرمشة منعشة، أو نطبخه مع الخضار عشان يعزز النكهة ويضيف عمق للطبق. ممكن نستخدمه كقاعدة أساسية لأغلب أنواع الشوربات واليخنات، أو حتى نمزجه مع البيض، التونة أو اللحوم. البساطة هي مفتاح الاستمرارية. وهنا النقطة المهمة، السر مش في الكميات الكبيرة أبداً، السر كله في الاستمرارية. قوة ماكلتي ما تيجي من وجبة واحدة مثالية، لا، هي تيجي من العادات الصغيرة والمتوازنة اللي نكررها كل يوم. إذن نقدر نلخص كل شيء في معادلة بسيطة جدا. البصل يساوي مناعة أقوى، وهذا يعني إن مأكولتي صارت أذكى، والنتيجة النهائية هي صحة أفضل. السؤال اللي يبقى هو، إيش هو القرار الصغير اللي ممكن أي شخص يأخذه في وجبته الجاية عشان يبني صحة أفضل للغد؟